السلام عليكم، مرحبا بكم. إذا درب العاصمة ينتهي بانتصار الضيوف الترجي التونسي 3 أهداف مقابل هدف ضد النادي الإفريقي. تقريبا الترجي التونسي يرجع للصدارة ويمشي وبخطى ثابتة نحو البطولة رقم 34. النادي الإفريقي حسب رأي حسابيا يخرج من سباق البطولة ويخرج حتى من سباق مركز في دوري أبطال إفريقيا. الأمور تتعقد بشكل كبير للنادي الإفريقي. خلينا نرجع نحكيو ساعة عن المباراة هذه، نعطي أهم النقاط اللي شفتها أنا من الأمور يعني التكنيك وتكتيك، ومن بعدين ربما نحكيو في العموم. نقولوا إنه لقاء اليوم الترجي التونسي تخلى بخطة تقريبا تراوحت بين 4-2-3-1 وال4-4-2 تقريبا، والنادي الإفريقي تخلى بخطة اللي هي من المفروض على الورق 4-3-3 ولكن تحسها الإفريقي تلعب بال4-2-4. خلينا ناخذ كل فريق في الشوط الأول على الأقل. نقولوا إنه بالنسبة للنادي الإفريقي علاش قلت 4-2-4 تقريبا، أنا كنت يعني نزلت فيديو قبل اللقاء وقلت وانه بالنسبه لي لو يعول على ايت مالك كصانع العاب باش يكون خطا كبير، وشفناه اليوم. ايت مالك ما يقدرش يكون صانع العاب. شفنا اليوم انه هجوم الترجي الخضراوي كونزومبي وحمدي العبيدي ما وصلتهمش كرات كما نقولوا احنا كرات اللي تخدمت من الوسط وخرجت، لانه ايت مالك الحقيقه ماهوش لاعب صانع العاب. ديما تحس اللاعب يميل على الجهه اليسار يمشي يصعد على نفس مستوى لعيب الهجوم، وكان فما يعني ثغره كبيره في وسط الميدان الافريقي. هذا اللي خلى النادي الافريقي يخسر تقريبا الاستحواذ للترجي، والترجي كان افضل في 45 دقيقه الاولى اللي انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. من بعد كونزومبي كان غائب تقريبا. الخضراوي شفناه ربما كان افضل واحد في لاعب ثلاثي الهجوم، وهو اللي كان وراء ضربه الجزاء اللي جابت التعادل في اخر الشوط الاول. ما خالف ذلك شنو مش نقولوا بس الصغير او احمد خليل، الاثنين تقريبا ما كانوش يساندوا بشكل كبير. شفنا انه دفاع الترجي كان دفاع الافريقي عفوا كان دائما وابدا فماش زياده عدديه من لاعبي الوسط، لكن الطريقه اللي اعتمدها الترجي سهلت نوعا ما اللعبه على دفاع الافريقي. وبطبيعه الحال علي يوسف المدافع النادي الافريقي كان ممكن ابرز لاعب في الفريق، وهذا يعطيك انه نظر على ومفهوم انه الفريق الحقيقه ما ظهرش بشكل كبير، نظرا لانه افضل لاعب هو قلب الدفاع. من ناحيه الترجي التونسي كما قلت مشي بين 4-2-3-1 تقريبا، باعتبار انه كوناتي كان يلعب تقريبا نفس الخط مع الجبالي وساس، وخلى الجنيشي اللي كان مفاجاه لعب به اليوم كلاعب ارتكاز مع اوغبولو. ولكن في عده حالات كنت نشوف وانه تقريبا يعني كان ساس يدخل كمهاجم مع الجبري، او وبالنسبه للجبالي كان ينزل وسط الميدان، كوناتي كان ينزل ايضا، وبالتالي كان تقريبا 4-4-2 او 4-2-3-1 كانت تتبدل حسب الظرف هذا. وجود كوناتي على اليسار كان باهي من الناحيه الدفاعيه، ولكن هجوميا الحقيقه سبب مشاكل في الترجي. علاش؟ لانه اللاعب مش قادر يعطي حلول. صحيح خذا برشا كرات على الجهه نتاعو، ربما لو الشوط الاول كان مكوينا موجود في الجهه هذيك كنت تشوف خطوره اخرى يخلقها الفريق ويصنع خطوره اكثر. لكن على كل حال هذه فكره المدرب، غطى حاول انه ما يقبلش اللاعب، حاول يعمل توازن دفاعي. في الهجوم ساس كان غائب كليا الشوط الاول. الجبالي اكثر لاعب مس كوره، اكثر لاعب خذا مسؤولياته في صنع اللعب، ولكن كما شفنا اليوم مشكله الجبالي اللاعب لازم يرفع من السق نتاعو، لازم يكون اسرع في اخذ القرار، لازم تكون عنده المعلومه قبل استلام الكره، ولازم دائما يختار الاختيارات الاصح. حسب راي الجبري عمل مباراة كبيرة من ناحية التحرك، ولكن مشكلة الجبري كانت وأنه لعب أكثر من اللازم على الجهة اليسار تقريبا، وكان يعني إنرجي كبيرة وطاقة كبيرة خرجها في ديكورس وديزابيل عملهم اللي خلاته يعني في آخر الأمتار ما كانش إفيكاس وما ربحش الديول نتاعو مع مدافعين النادي الإفريقي. والترجي اعتمد كما قلت على الجبالي أو كرات نوعا ما تكون طويلة، ولكن على كل حال الترجي تمكن تسجيل هدف على مخالفة، واللاعب الجلاسي اللي أكثر عليه الحديث هو كان صاحب الهدف. من بعد توجاي يعني خطأ أول ضربة رأسية تضرب في الساق بن حميدة كان ممكن يعني يتسبب في ضربة جزاء، والثانية يعني دفع اللاعب الخضراوي اللي طلب الكرة في ظهره بدون سبب خلاه انه اللاعب يعني يتسبب في ضربة جزاء، وخطأ كارثي قام به اللاعب. 1-1 انتهى الشوط الأول. مشينا للشوط الثاني. الشوط الثاني النادي الافريقي رجع يعني بدخول بقوة من جديد منذ انطلاق الشوط الثاني، وحب انه يستحوذ وربما يصلح اغلاط اللي صارت في الشوط الاول، ولكن المدرب ما فماش فكره نتاع المدرب الحقيقه بيتوني. يعني اليوم كي تشوف النادي الافريقي ما عدا امور فرديه نتاع كره لعبت في الظهر جات بها ضربه جزاء نتاع الخضراوي، او ربما تبقى تستنى انه فماش خاصه الخضراوي، يعني لانه حتى كونزومبي كما قلت ما كانش في مستوى واضح، ايت مالك ما كانش في المركز نتاعو، وبالتالي تبقى تستنى في عمل فردي ربما، ومن الخضراوي فقط ايضا. ما خالف ذلك ما شفناش فكره. انا كنت نتوقع وانه مش يغير في وسط الميدان، ربما انا حكيت على قليلش ينزل في وسط الميدان ياخذ كلاعب يعني صانع العاب، او تلقى توليفه
توليفه معينه او تنزل لاعب ثالث يكون ارتكاز على الاقل تعول على قوه وسط الميدان نتاعك باش تنافس وسط الترجي كان افضل منك في الشوط الاول، ومن ثم تبحث على انك ربما المرتدات والكرات الطويله على اللاعبين الرابيد خاصه على الاطراف، لانه الترجي كان استحوذ في اغلب فترات اللقاء. كنت تنجم تلعب باكثر يعني 3 لاعبين، هم يكون 3 لاعبين في الوسط، مش اي مالك اللي قاعد يلعب حتى التمركز نتاعو يعني خاطئ، وبالتالي هذا عمل ديزيكيليبر وخرق انعدام توازن في النادي الافريقي. من ناحيته الترجي غير التونسي كمل يلعب تقريبا بنفس الفكر. بطبيعه الحال كما نعرف الناس الكل اصابه كوناتي اصابه عضليه، لانه اللاعب تعب الحقيقه، لانه اللاعب يعني مطالب منه يكون هو ينهي الهجمه في مستوى 18 متر نتاع النادي الافريقي، وهو ينزل باش يغطي. وشفنا انه الجهه اليسار جهته ذيك ما كانش فما حتى فرصه، يعني الجهه اليسار الدفاع الترجي بالنسبه للنادي الافريقي خرج هو نزل يعني اللاعب مكوينا، لهنا ظهرت نوعا ما الانسحاب، ومن ثم جت ضربه الجزاء في الشوط الاول. على كل حال اللاعب اصيب، نزل مكوينا، لهنا شفنا وانه الترجي غادي التونسي كما نقولوا احنا كما قلت ولد فما بعض الثغرات، ولكن الترجي رجع حط يده على المباراه ولا مسيطر من جديد، يصنع في اللعب كما يلزم. ماهر كنزاري حسب رايي تاخر بشكل كبير في التغييرات، كان واضح وانه ساس واقبولو يخرجوا في وقت قبل الوقت هذاك، كان حتى بين الشوطين كان نجموا يخرجوا، لانه اقبولو كالعاده فما مشاكل كبيره في التمركز. اقبولو كان نجم يسبب كوارث بالاخطاء نتاعو، لانه يخسر برشا وقت في اخراج الكره لما يكون تحت الضغط واختياراته مش ديما صعبه. وساس من ناحيته كان حاضر غائب اليوم، مانيش عارف علاش الزوز هذوما بقاو لعبوا اكثر من اللازم، لكن التغييرات صارت في وقت معين. نزل الدربالي لهنا علامه استفهام، لانه الدربالي اوكي تنجم تنزله مش مشكله قيمه اللاعب، ولكن اللاعب ما كانش يلعب، ظهر في مباراه الكاس من بعد تنزله اليوم، وينو تقال اللي كان اساسي. لكن على كل حال الترجي كان في ظرف افضل، خاصه بعد ضربه او الورقه الحمراء عفوا، اللي كان ساس يطلب كره في ظهر النادي الافريقي، كره تلعبت في المحور، الحارس يخرج يحط يده ورقه حمراء يعني مستحقا ما فيهاش نقاش، وبالتالي الترجي ولا يلعب بزياده عدديه. لهنا سهل الماتش وسهلت المباراه على الترجي نوعا ما. كما قلت التغييرات جات وباهي انه لعب على الاقل بزوز مهاجمين يعني رودريغيز وخلى الجبري انه يكون موجود، باعتبار الجبري كان يتحرك حتى على الاطراف من الشوط الاول. وهنا نزل الدربالي ربما باهي حتى للثقه اللي هو، علاش لا، باعتبار كما قلت الترجي كان مسيطر على اللقاء، ولهنا خبره رودريغيز منذ نزوله والفم زياده عدديه. بيتوني مباشره يغير باش يلعب الدفاع، خرج تقريبا المهاجمين، المهاجم الوحيد نتاعو خرجوا، وبالتالي ولا يلعب من غير هجوم، يعني حب يمشي ممكن باللقاء الابعد وقت ممكن انه يبقى بالتعادل. ولهنا ذكاء كبير وخبره كبيره من رودريغيز في اول تقريبا ظهور ليه في 18 يسبق تيني، وبالتالي تحصل على ضربه جزاء، ولهنا ضربه جزاء ياخذها هو ويسجلها، والترجي 2-1. وبعد النادي الافريقي خرج نوعا ما، الترجي حاول يحافظ على النتيجه اكثر من شيء اخر ويلعب على المرتدات اللي كانت سرعه الجبري كانت ممتازه، سبق تيني وهدف ممتاز للغايه مع خروج الحارس، وبالتالي الترجي انهى كل شيء ب3-1. والترجي خلينا نقولوا على مجمل المباراه استحق انه يفوز في المباراه هذه. النادي الافريقي اليوم خرج من حسابات البطوله، خرج من دوري الابطال. لهنا السؤال يطرح نفسه، هل هي النظريه نفسها مع بيتوني انه هو يعني المنقذ للنادي الافريقي انه ممتاز وكذا؟ انا واحد الناس نزلت عند رايي وانه المجموعه الموجوده في النادي الافريقي، اللاعبين الموجودين في النادي الافريقي في بطوله تونس، لو كنا نحكوا شامبيونز ليج يكون كلام اخر، في بطوله تونس اذا النادي الافريقي ما ينافسش لاخر الجوله الحقيقه لهنا نحمل جزء كبير الاطار الفني، ما عرفش يتعامل مع المجموعه، ما عرفش يوظف اللاعبين. حتى اليوم تلعب ايت ميل كصانع العاب، ظهر لي شفنا الناس الكل يعني الاشكاليه في وسط الميدان الافريقي وخسر وسط الميدان بسبب الحكايه هذه، اللاعبين وتدوير اللاعبين والتغييرات اللي كانت صارت والاخطاء اللي صارت في مباراه الفارق الكل خلت النادي الافريقي اليوم بعيد. انا هذا رايي على كل حال، من بعد جمهور النادي الافريقي هو ادرى باموره الداخليه، لكن انا نشوف انه بيتوني عمل موسم يتسمى اقل من المتوسط بالمجموعه هذه. المجموعه هذه في بطوله تونس قادره تنافس لاخر جوله، هذا رايي. الترجي الغادي التونسي اليوم في مباراه كبيره في دربي انتصر، وظهر انه الفريق يعني في تونس على الاقل الفريق مازال هو الرقم الصعب والفريق اللي دائما وابدا نحو التتويجات، ونتصور انه الترجي صعب جدا انه ما يتحصلش على البطوله هذه. هذا هو، لكن يعني فما بعض الامور الاصلاح، ربما فبعض اللاعبين كما الجبالي لازم يتطور نوعا ما باللعب بتاعه، يكون اسرع كما قلت في اخذ القرارات، يكون يعني البصمه بتاعه تكون اوضح، خاصه باش تكون اللقاءات اللي في مستوى عالي. عفوا يعني حبيت نقولوا انه واحد كما الجبالي اوكي كان افضل مثلا في وسط الميدان، ولكن لازم يتطور اللعب هذا باش ينجم يعني يبرز في خاصه في دوري الابطال، يعني دائما نخمم في المستوى العالي. واحد كما ساس لابد من مراجعه عده امور. الترجي عندها نوع من الحلول موجوده اليوم، لازم الترجي تعزز يعني من اجل الافريق قبل كل شيء، مش تونس فقط، لانه في تونس كما شفنا حتى في اصعب الاحوال، حتى في الغيابات نتاع البلالي او لو وغيره من اللاعبين، الترجي يلقى الحلول حتى في الدربي وينتصر خارج ميدان. هذا هو تقريبا الفيديو نتاع اليوم، خلوني انتم اراءكم، بالطبيعه اختلافنا في السد هذه قضيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.